السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتكم توليب جاليري. ان شاء الله النهارده هنقدم مع بعض فيديو جديد عباره عن الفراوله الكروشيه دي. سهله وبسيطه خالص ومناسبه جدا للاولاد لهدايا او توزيعات اعياد ميلاد. مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، ما بتاخدش خيط كمان. زائد كمان انها ما بتحتاجش تثبيت كتير، يعني ما فيش بس غير الايد دي وهتلاقيها اتثبتت بكل بساطة، والجذع والعينين اتثبتوا معايا بالشمع. تمام. يلا بقى نبدأ مع بعض الفيديو عشان ما اطولش عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. هنشتغل مع بعض اول حاجة الفراولة، فهعمل في الاول دايرة سحرية. هشتغل جوه الدايرة دي 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. بعد كده هقفل الدايرة، هقفل السطر الأول عندي في أول غرزة احنا اشتغلناها بغرزة منزلقة. هدخل كده في الغرزة واسحب الخيط واخرج، وكده يبقى خلصنا السطر الأول. هرتفع بسلسلة للسطر التاني، وفي نفس المكان هدخل واعمل غرزة تزايد. يبقى كده اشتغلت في المكان اللي قفلت فيه بغرزة منزلقة وارتفعت بسلسلة وغرزتين حشو في نفس المكان. تمام. هكمل بقى كده بنفس الطريقة السطر التاني كله، فوق كل غرزة غرزتين حشو عشان يخلص معايا ب12 غرزة حشو. هقفل بقى السطر التاني بغرزة منزلقة في أول غرزة احنا اشتغلناها، وارتفع بسلسلة للسطر التالت. والسطر التالت هشتغله سطر ثبات، يعني هدخل فوق كل غرزة من 12 غرزة واشتغل غرزة حشو. هقفل السطر التالت عندي بغرزة منزلقة. بعد كده هرتفع للسطر الرابع بسلسلة، وهشتغل أول غرزة فيه حشو. بعد الحشو هشتغل غرزة تزايد. هكرر بقى غرزة حشو، بعد الحشو تزايد لنهاية السطر الرابع عشان ينتهي معايا ب18 غرزة حشو. خلصت كده السطر الرابع. هقفل بمنزلقة في أول غرزة احنا اشتغلناها، وارتفع للسطر الخامس بسلسلة، وهشتغل السطر الخامس برضو سطر ثبات، يعني هدخل فوق كل غرزة زي ما متعودين في أسطر الثبات. هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عشان ينتهي معايا بنفس عدد الغرز اللي هو 18 غرزة.
هقفل بقى دلوقتي السطر الخامس بغرزة منزلقة، وهرتفع بسلسلة للسطر السادس، وهشتغل السطر السادس أول غرزتين حشو واحد، الغرزة اللي بعدها حشو، يبقى كده اشتغلت أول غرزتين. الغرزة التالتة هشتغل فوقيها غرزة تزايد. هكرر بقى كده 2 حشو واحد 2، بعد ال2 حشو غرزة تزايد لنهاية السطر السادس عشان ينتهي معايا ب24 غرزة. هقفل السطر السادس بغرزة منزلقة، وارتفع بسلسلة للسطر السابع، وهشتغل السطر السابع دلوقتي سطر ثبات. هدخل فوق كل غرزة واشتغل غرزة حشو عشان ينتهي معايا ب24 غرزة حشو. هقفل بقى السطر عندي السابع بغرزة منزلقة في أول غرزة احنا اشتغلناها، وارتفع للسطر الثامن بسلسلة، وهشتغل دلوقتي أول 3 غرز في حشو واحد 2 3. بعد ال3 حشو هشتغل غرزة تزايد. بعد التزايد هرجع تاني أكرر بقى لنهاية السطر 3 حشو وتزايد عشان ينتهي معايا السطر الثامن ب30 غرزة حشو. هقفل بقى السطر الثامن بغرزة منزلقة، وارتفع للسطر التاسع بسلسلة، وهشتغل بقى السطر التاسع سطر ثبات عشان يخلص معايا بنفس عدد الغرز اللي هو 30 غرزة حشو. هقفل السطر التاسع بغرزة منزلقة، وارتفع للسطر العاشر بسلسلة، وهشتغل أول غرزتين في السطر العاشر حشو واحد 2. بعد ال2 حشو هشتغل غرزة تزايد. بعد التزايد هشتغل 4 غرز حشو ورا بعض واحد 2 3 4. بعد ال4 حشو الغرزة اللي بعدها هشتغلها تزايد. هكرر بقى 4 حشو وتزايد 4 مرات كمان. بعد ما كررت 4 حشو وتزايد وصلت هنا لآخر السطر العاشر، واتبقى معايا غرزتين حشو. هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عشان ينتهي معايا السطر العاشر ب36 غرزة. هقفل بقى السطر بغرزة منزلقة،
وارتفع للسطر 11 بسلسلة، وهشتغل بقى السطر 11 أول 5 غرز في حشو، 1 2 3 4 5. بعد ال5 حشو هشتغل غرزة تزايد. هكرر بقى كده 5 حشو وتزايد لنهاية السطر 11 عشان ينتهي معايا ب42 غرزة حشو. هقفل بقى السطر دلوقتي 11 معاكم بغرزة منزلقة، وارتفع بسلسلة للسطر 12، ومن أول السطر 12 هشتغل أدوار ثبات لحد ما أوصل للسطر 14 عشان ينتهي معايا كل دور بنفس عدد الغرز اللي هو 42 غرزة حشو. هخلص بقى ال3 أدوار وارجع لكم تاني. تمام كده، خلاص خلصت ال3 أدوار ثبات. هقفل بقى السطر 14 معاكم بمنزلقة، وده كده الشكل معايا. هرتفع بسلسلة للسطر 15 وهشتغل أول 5 غرز في حشو، 1 2 3 4 5. بعد ال5 حشو هشتغل غرزة تناقص. هكرر بقى كده لنهاية السطر 5 حشو وتناقص عشان ينتهي معايا السطر 15 ب36 غرزة حشو. هقفل السطر 15 عندي بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو، وارتفع للسطر 16 بسلسلة، وهشتغل أول غرزتين حشو، 1 2. بعد ال2 حشو هشتغل غرزة واحدة تناقص. بعد كده هشتغل 4 غرز حشو ورا بعض، 1 2 3 4. بعد ال4 حشو هشتغل غرزة تناقص. هكرر بقى 4 حشو وتناقص 4 مرات كمان. خلصت كده ال4 حشو وتناقص وكررتهم 4 مرات. هيتبقى معايا غرزتين هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، 1 2. وكده السطر 16 انتهى معايا ب30 غرزة. هقفل السطر عندي بغرزة منزلقة وارتفع بالسلسلة للسطر 17، والسطر 17 هشتغل أول 3 غرز في حشو، 1 2 3. بعد ال3 حشو هشتغل غرزة تناقص.
هكرر بقى كده لنهاية السطر 3 حشو وتناقص عشان ينتهي معايا السطر ال17 ب24 غرزة حشو. كده هقفل معاكم السطر ال17 في أول غرزة حشو احنا اشتغلناها، وارتفع للسطر ال18 بسلسلة، وهشتغل أول غرزة فيه حشو. بعد الحشو هشتغل غرزة تناقص، بعد التناقص هشتغل 2 حشو، 1 2. بعد ال2 حشو هشتغل غرزة تناقص، أكرر بقى 2 حشو وتناقص 4 مرات. تمام، وصلت هنا لآخر غرزة عندي في السطر ال18، هشتغلها حشو وهقفل السطر ال18. وكده خلص معايا ب18 غرزة. هرتفع بسلسلة، هنبدأ بقى نحشي الفراولة عندنا. بعد كده السطر 19 هشتغل أول غرزة فيه حشو، بعد الحشو هشتغل غرزة تناقص، هكرر بقى حشو وتناقص لنهاية السطر 19 عشان ينتهي معايا ب12 غرزة حشو. خلصت كده السطر 19، هقفل السطر بمنزلقة وارتفع بالسلسلة للسطر 20، وهشتغل السطر 20 كله سطر متناقص عشان يخلص معايا 6 غرز حشو. هقفل بقى عندي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو، وارتفع بسلسلة وأقص الخيط
وهبدأ بقى أقفل القطع بقى معايا بالشكل ده. أدخل كده في الحلقة الأمامية تمام. وده كده شكل الفراولة معايا. هنعمل بقى دلوقتي مع بعض جزء الفراولة أو العنق بتاع الفراولة نفسه، فهنشتغل باللون الأخضر. هنشتغل بقى مع بعض دلوقتي جذع الفراولة. فأول حاجة هعمل دايرة سحرية، هشتغل جوه الدايرة دي 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. بعد كده هقفل الدايرة، هقفل السطر الأول عندي بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو احنا اشتغلناها. بعد كده هرتفع للسطر التاني بسلسلة، وهشتغل السطر التاني سطر تزايد. هدخل فوق كل غرزة من ال5 وهشتغل غرزتين حشو عشان يكون مجموع الغرز معايا 10 غرز حشو. دي كده غرزة المنزلقة وده ارتفاع السلسلة. هقفل السطر التاني في أول غرزة حشو احنا اشتغلناها، وهشتغل بقى دلوقتي السطر التالت. فهرتفع أول حاجة بسلسلة. بعد ما ارتفعت بسلسلة هرتفع ب5 سلاسل كمان، 1 2 3 4 5. افوت اول سلسلة عندي اللي هي بعد الابرة وادخل في تاني سلسلة، هعمل غرزة منزلقة. السلسلة التالتة هشتغل غرزة حشو. السلسلة الرابعة هلف الخيط عندي هدخل فيها واشتغل غرزة نص عمود. اخر سلسلة عندي في ال5 هلف برضو الخيط واشتغل فيها غرزة عمود بلف. تمام. بعد كده انا دلوقتي واقفة فوق اول غرزة اللي احنا قفلنا فيها بمنزلق. تمام. مش هشتغل بقى فيها، هيجي على الغرزة اللي عليها الدور اللي هي التانية دي برضو هسيبها هفوتها، وهاجي في الغرزة التالتة ادخل فيها واعمل غرزة منزلقة. تمام. بعد كده هرجع تاني اكرر اللي انا عملته هنا 4 مرات كمان عشان يكون مجموع الجذع ده 5 أضلاع. فاهميني ازاي؟ فاول حاجة هرتفع ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هفوت اول سلسلة وادخل في التانية، هعمل
منزلقة. السلسلة اللي بعدها هشتغل فيها حشو. بعد الحشو بلف الخيط عندي وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور اهي، واعمل غرزة نص عمود. هلف الخيط تاني وهشتغل في اخر سلسلة غرزة عمود بلفة. احنا هو واقفين في المكان ده اهو، دي المكان اللي قفلنا فيه بغرزة منزلقة بتاع الجذع الاول ده او الضلع الاول. مش هفوته خالص وافوت الغرزة اللي بعدها، وهاجي في الغرزة دي اللي هي التالتة بقى او التانية على حسب بقى ما انتي يعني واضح ليكي في الفيديو، فاهمين ازاي؟ وبقفل فيها بمنزلقة. اكرر بقى اللي انا عملته ده لحد ما اخلص السطر عشان بس ما اطولش عليكي، عشان يكون مجموع الاضلع دي زي ما قلتلك 5. تمام. تمام كده بقوا معايا 5 1 2 3 4 5. وصلت هنا لاخر غرزة عندي. خلي بالك دي اللي احنا شغالين كنا فيها اهو، وطالعين منها الضلع الاخير، ودي الغرزة اللي احنا بنفوتها، اللي احنا معتادين ان احنا نفوتها. دي غرزة المنزلقة، انا مش هقفل فيها، لأ انا هقفل في اول غرزة في السطر عندي اهي، اللي هي بدأنا بيها اول ضلع عندي من الأضلع. وارتفع بسلسلة واقص الخيط. عشان لما نيجي نلزقها تبقى بالشكل ده كده. تمام. هجيب نفس الخيط الاخضر وهعمل عقدة بداية. بعد كده هرتفع ب10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. بعد كده هفصل برضو الخيط وهجيب الجذع ده عندي وادخل كده بإبرة الكروشيه في نص الدايرة السحرية بالشكل ده. بعد كده بقى هسحب الخيط بالشكل ده، هخلي دي يعني زي المكان اللي احنا هنعلق فيه الميدالية. بالشكل ده، واربطه بقى كذا ربطة عشان يثبت معايا. بس ونضف بقى الخيوط دي كلها تحت الشغل. هنشتغل بقى الايد بتاعت الفراولة. فأول حاجة هعمل دايرة سحرية، هشتغل جوه الدايرة دي 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. بعد كده هقفل الدايرة، هقفل السطر عندي بغرزة منزلقة. بعد كده هرتفع بسلسلة. بعد ما ارتفعت بسلسلة هرتفع كمان فوق السلسلة دي 25 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6. تمام بالشكل ده. بعد كده هفصل الخيط وهنضف الجزء ده. بس وعملت واحدة تانية بنفس الشكل وبنفس عدد الغرز. هنيجي بقى دلوقتي نشتغل الرجل مع بعض. فهعمل أول حاجة دايرة سحرية، هشتغل جوه الدايرة دي 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. هقفل الدايرة، هقفل السطر الأول عندي بغرزة منزلقة، وارتفع للسطر التاني بسلسلة. وهشتغل بقى دلوقتي السطر التاني سطر تزايد، هقفل بقى السطر التاني عندي بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو، وهرتفع بقى دلوقتي للسطر التالت بسلسلة، وهشتغل السطر التالت سطر ثبات عشان ينتهي معايا بال12 غرزة حشو. خلصت كده السطر التالت، هقفل بمنزلقة في أول غرزة، برضه هسيب خيط كده على مسافة، وارتفع بس أول حاجة بسلسلة، بس كده خلاص خلصنا الرجل. هعمل واحدة تانية بنفس الشكل وبنفس عدد الغرز. هنيجي بقى دلوقتي نثبت الإيد والرجل في الفراولة. بس أول حاجة هنلزق الجذع بتاع الفراولة بالشمع، بالشكل ده. عايزة بقى تنيمي القطلة دي بتاعتها،
معايا بالشكل ده. هجيب بقى انصاف اللولي عشان نثبتها في الفراولة نفسها. فهاجي اعد من اول كده تحت اهو خالص، 2 4 6 8 10 11. هحط العين بين السطر العاشر وال11. ماشي. هنيجي بقى دلوقتي نثبت الايد في الفراولة. فهعد كده 2 4 6 8 10. هاجي في السطر العاشر ادخل في اي مكان وهخرج بالابرة من السطر الرابع. 2 4 هخرج في السطر ده كده، بس كده خرجت السلسلة اللي احنا كنا عملناها. بعد كده هجيب رجل عندي من الأرجل اللي احنا اشتغلناها، وهنبدأ بقى نشبكهم في بعض. هدخل بقى هنا في ظهر الغرز عندي بالشكل ده، عشان أثبت الجزء السلاسل ده في الرجل نفسها. المهم ان انا معديش من الناحية التانية، يعني مخرجش من بره هنا، لا انا بشتغل في ظهر السلسلة في اي مكان. المهم ان انتي تثبتي الخيط كويس جدا عشان لما اقفل عليه يبقى مش باين بالشكل ده. خلاص اتثبتت عندي اهي بالشكل ده. هبدأ بقى دلوقتي يعني زي ما اكون بحشي كده الرجل عندي بالشكل ده. مش هقطع بقى الخيط، لا هسيبه عشان تديني كده زي فوليوم جوه الرجل نفسها، ما تبقاش فاضية. وهلضم الخيط الابيض عندي وهقفل بقى الرجل عندي زي ما بنقفل اي دايرة احنا بنشتغلها. هدخل في الحلقة الامامية وهشد الخيط، بدخل في الحلقة الامامية من كل الغرز، وبعد كده هشد الخيط مرة واحدة. بس هي قفلت معايا. هبدأ بقى دلوقتي انضف الخيط ده تحت الشغل.
تمام، وده كده شكل الفراولة في النهاية. طبعا تقدري بقى انك تطولي الايد او تقصري الرجل على حسب بقى ما انتي محتاجة. سهلة وبسيطة خالص. اتمنى بقى ان شاء الله ان يكون شرحي كان سهل وبسيط. هستنى بقى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة. مع السلامة.